بص يا عزيزي، قبل ما نبدأ الفيلم ركز معايا ضروري جدا لآخر الفيديو علشان لو سرحت مني شوية هنتوه أنا وأنت مع بعض. الفيديو جميل وممتع جدا وفيلمنا رائع وفي منتهى الروعة، بس محتاج شوية تركيز. وأهم حاجة إن لما أقولك في الفيديو ده إن الشخص ده شيوعي، فأنت حط في دماغك إن الأمريكان بيعتبروا الروسيين شيوعيين عشان يكون على بياض. يلا نبدأ. فيلمنا بيبدأ مع العالم اوبنهايمر وهو قاعد وسط اللجنة بيسألوه أسئلة كتيرة علشان في النهاية يحكموا عليه إذا كان هيشيلوا الصلاحيات بتاعته الأمنية ولا لا. المهم اوبنهايمر خلال كلامه مع اللجنة بدأ يحكي قصته كلها من وهو صغير لحد آخرها. قال لهم إن زمان قبل الحرب العالمية الثانية بكام سنة درس في جامعة، بس كان محتاج يدرس التخصص اللي بيحبه، بس ما كانش عارف يدرس في كامبريدج لأن ما كانش التخصص ده موجود في أمريكا كلها أصلا. وكان دايما حزين ودايما بيحلم بالنجوم والذرات وحاجات تانية كتير كانت بتخليه ما بيعرفش ينام الليل، وده كان بيأثر عليه في شغله في الجامعة، لدرجة إن في دكتور هناك كان بيتريق عليه زيادة عن اللزوم، لدرجة إن اوبنهايمر في مرة لقى المعمل بتاع الدكتور ده فاضي، راح مسك حقنة وحط فيها بوتاسيوم وحقن التفاحة بتاعت الدكتور ده علشان يرجع ياكلها ويتسمم. لكن اوبنهايمر في اليوم ده حلم احلام كتيره، الاحلام دي خلته تاني يوم يجري على المعمل على طول علشان يرمي التفاحه دي قبل ما ياكلها الدكتور. وبناء عليه لما وصل المعمل لقى مع الدكتور هناك عالم تاني موجود اسمه نيلز بور. فرح جدا لما شافه اوبنهايمر وقال له انا شفتك بتحضر محاضرات كتيره جدا، وفضل يشكر فيه كتير وقال له لو عايز تدرس بجد تخصص فيزياء الكم روح المانيا، انا متاكد انك هتبقى حاجه قويه. ولسه هياكل لقمه من التفاحه المسمومه بالغلط رماها من ايده فقال له اي حاجه وخلاص وخد بعضه ومشي. بعد كل ده بنلاقي اوبنهايمر راح فعلا المانيا وبيدرس هناك كمان. والفكره ان العالم نيلز بور طلع عنده حق فعلا. اوبنهايمر في فتره بسيطه عمل سمعه حلوه في التخصص ده واتعلم كتير وعلمه بقى ممتاز جدا، لدرجه انه بقى بيدي محاضرات صغيره وبالالماني كمان، بالرغم انه ما عادش في المانيا فتره طويله علشان يتعلم اللغه اصلا. وده خلينا كمان واحد من ضمن الحاضرين المحاضره بتاعه اسمه دكتور رافي بقى مندهش ومستغرب جدا، قعد معاه بالليل وفضل يحييه على مجهوده وعلى تعلمه الالمانيه بالسرعه دي، وصاحبه على بعضه بقى اصحاب جدا وعرفوا انه كمان للاسف خلاص هيسيب حاليا المانيا وهيرجع امريكا تاني علشان العلم بتاعه ده مثير لغيره. وبس يا سيدي بعد فتره بسيطه رجع اوبنهايمر لامريكا، والمره دي رجع يشتغل في وظيفه بروفيسور يعلم نظريات الكم في جامعه بريكلي بكاليفورنيا. وهناك قابل اوبنهايمر بروفيسور هناك موجود في الجامعه اسمه لورانس، كان سعيد جدا انه قابله وقال له ان الماده اللي انت بتدرسها محدش مهتم بيها غير طالب واحد بس. ولكن يا عزيزي اوبنهايمر كان مؤمن بكل اللي بيكمله وبدأ فعلا مع الطالب ده فيزياء الكم، والطالب بقى مشهور لغايه ما بقت ماده مشهوره جدا والكل عايز يتعلمها بسبب اساليبه الممتازه وعلمه الكبير والبسيط. ولحد هنا كله تمام، لحد بقى ما في مره بدأ اوبنهايمر ينخرط مع الناس اكتر واكتر. في مره كده راح حفله كان موجود فيها اخوه اللي بالمناسبه شيوعي جدا، وطبعا قلنا شيوعي معناها ايه، وهناك قعدوا مع بعض شويه. بعدها اتعرف اوبنهايمر على كميه ناس شيوعيين كتير جدا، من ضمنهم بنت شيوعيه اسمها جين، ومن هنا بدات المشاكل. اوبنهايمر اعجب بجين جدا وحبها وهي نفس الكلام، وبالتالي كميه الشيوعيين اللي دخلت حياه اوبنهايمر خلته يتاثر بكل ده ويساعدهم بطريقه مباشره او غير مباشره، لدرجه انه كان بيجيب طلاب تبع الاحزاب اللي زي ديت وبيجيبهم في الجامعه يعلمهم محاضرات. هنا بقى لورانس وقفه عند حد وقال له اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، ممكن ما تكونش بتفكر في العواقب بتاعته لكنه هيقضي عليك وقتها. ادرك ان كلام لورانس صح فقرر يقطع علاقته بكل الناس دي. بصراحه في مره راح حفله تانية تبع مجموعه من الشيوعيين، ودي كانت تقريبا اخر حفله يحضرها اوبنهايمر. وهنا بقى اوبنهايمر اتعرف على كيتي، واللي بالمناسبه في الوقت ده هي كمان كانت بتقطع علاقتها بالشيوعيه، فخدوا الطريق ده سوا وحبوا بعض واتجوزوا كمان، وفي فتره صغيره بقى عندهم طفلين. وفي مره راح الجامعه لقى الجريده بتتكلم عن فكره انقسام النواه والطاقه العظيمه اللي ممكن تطلع منها، فحاول يحسب الانقسام ده ليه، لانه برضه مستحيل ان ممكن حاجه زي دي تحصل اصلا. لكن اوبنهايمر اتصدم لما لقى حد من طلابه اثبت اخيرا النظريه دي ووريها له. فكره باختصار هي انك لو قصفت نواه اليورانيوم بالنيوترونات، النواه ديت وقتها ممكن تنقسم وتطلع طاقه كبيره جدا منها. وده بالعربي كده خلى اوبنهايمر يفهم ان في سلسله تفاعلات ممكن تحصل بالشكل ده تخلي الانشطار النووي ويعمل قنبله ما حصلتش في التاريخ. بعد ما فهم الكلام ده ادرك ان كده عادي، ما دام هو وصل لمعلومه زي ديت ممكن هتلر بكميه الالمان اللي معاه يعرف يوصل لنفس الفكره ويعمل قنبله نوويه قبلهم. واللي خوفه اكتر من كده انه تاني يوم على طول لقى في الجريده ان هتلر في الوقت ده احتل بولندا وفجر مدن كتير جدا فيها، والحرب العالميه الثانيه كانت على فكره في الوقت ده شغاله، وبالتالي كان لازم يتحرك ويبدا يتدخل في الموضوع علشان ينهيها. بالحظ بقى بعد الكلام ده بفتره صغيره جه رئيس مشروع التطوير النووي من الدفاع الوطني، وهو هنا النهارده علشان يطلب من اوبنهايمر يمسك مشروع صناعه القنبله النوويه ويحاول يخلصها قبل ما هتلر
هتلر والنازيين يقدروا. جروفز عاوزه يعمل قنبله تحل مشكله الحرب العالميه الثانيه اللي شغاله لغايه دلوقتي وتسكت هتلر. ومن غير كلام كتير بداوا هم يدوروا على مكان مناسب للشغل في المشروع ده، لحد ما استقروا على مكان كده في نيو مكسيكو. والمكان ده هتتعمل فيه مدينه صغيره كده علشان يتعمل فيها المشروع بتاعهم بكل بساطه، والمدينه ديت هتسمى لوس ألاموس. ومن هنا بدا اوبنهايمر يلم دكاتره وعلماء الاساطير في الجامعه، وده علشان يساعدوه في المشروع الضخم جدا ده، ومن ضمن اللي ضمنهم اوبنهايمر. والاهم بالنسبه لنا هم لورانس ورابي، واخيرا عالم كده اسمه ادوارد تيلر. وبس يا سيدي، كل حاجه جاهزه والناس موجوده، يلا بينا نشتغل. وبالفعل الشغل بدا، ولكن رابي كان خايف جدا انه يشتغل في مشروع خطير بالشكل ده وخايف من العواقب بتاعته. فقال لاوبنهايمر احنا بنحاول نحل مشكله عالميه وبالقنبله دي نقدر نخلي هتلر يوقف الحرب. فوافق رابي وكمل مع اوبنهايمر. تاني يوم اجتمع اوبنهايمر مع باقي العلماء وفضلوا بقى يفكروا في كل الطرق الممكنه لصنع القنبله النوويه. بس قبل ما حد يتكلم العالم تيلر طلع ورقه بحث كده عملها بنفسه. الورقه دي لما شافها اوبنهايمر اتخض، فعلى طول راح واخد بعضه وطلع على اينشتاين وقال له ان الورقه دي بتثبت ان القنبله النوويه اللي بيحاول يعملها لو اتعملت ممكن تاثر على الغلاف الجوي وتسبب كميه تفاعلات تحرق الارض بالكامل. وبالتالي اوبنهايمر حاليا عايز مساعده من اينشتاين. بصراحه اعتقد ان اينشتاين ما رضيش يساعد علشان ما يبقاش شارك في المشروع المميت ده. رجع اوبنهايمر على ابحاث تيلر تاني، فلقى ان كلامه صح، لكن نسبه حدوث المصيبه دي هي اقرب للصفر. وبالتالي خلاص اوبنهايمر اطمن وبدا شغل. تاني يوم بيجيب اوبنهايمر واسرته على البيت الجديد اللي في المدينه بتاعت لوس ألاموس علشان يبدا جنب الشغل على طول. في المجمل بدا تاني يوم يوضح للعلماء اللي معاه انواع القنبله النوويه اللي هيشتغلوا عليها، الا وهي قنبله اسمها فات مان وواحده تانية اسمها ليتل بوي، والاتنين باحجام مختلفه لكن الغرض واحد مع اختلاف الاضرار. والاتنين هيشتغلوا بنفس النظريه الا وهي انقسام النواه. وقتها اقترح تيلر انهم يشتغلوا على صناعه القنبله الهيدروجينيه افضل منهم يعملوا نووي، لان القنبله الهيدروجينيه هتبقى اقوى بكتير. ودي كانت مشكله عند اوبنهايمر لانه ما كانش عاوز الموضوع يكبر قوي لقنبله مدمره بالشكل ده، لكن تيلر افتكر انه مش عاوز غير فكرته هي اللي تتنفذ مش اكتر. وبالفعل فكره القنبله الهيدروجينيه ما انساهاش عموما. الشغل كمل ويوم عن التاني المشروع فكرته بتكمل اكتر واكتر. بعد فتره جه العالم نيلز بور يبص على اللي وصل له اوبنهايمر ويحييه كمان على شغله العظيم والتقدم العلمي اللي بقى فيه. واوبنهايمر كان فاكره جاي يحيي ويشارك معاهم، بس نيلز بور طلع جاي يحذره اصلا من المشروع ده، لان بالعربي كده اوبنهايمر بيدي الحكومه سلاح دمار شامل ومتوقع منهم يستخدموه بالعقل في اللحظه دي. فضل اوبنهايمر يركز في الكلام بس قطع حبل افكاره خبر محزن لسه واصل. الخبر ان جين البنت اللي كان بيحبها زمان ماتت. بعد شويه عرفت كيتي باللي حصل فراحت تدور على اوبنهايمر لحد ما لقيته قاعد لوحده في الغابه وبيعيط. وللعلم هي كانت عارفه انه بيحب البنت دي زمان ويعني متقبله الموضوع. المهم كيتي فضلت تواسي فيه وعرفت منه انه جاله خبر كده ان جين انتحرت، بس هو قال هي اتقتلت ولا انتحرت الله اعلم. المهم هدته وخلاص خلص الموضوع. بيعدي بقى كام يوم على كل ده وبيكتشف في مره اوبنهايمر ان هتلر والمانيا بتستسلم، ودي ناس حاليا عامله احتجاجات بتطالب فيها بوقف المشروع بما ان خلاص يعني المانيا هديت. فعرفوا ان المانيا تمام بس الحرب لسه شغاله بين اليابان وما زالت بتحارب بقسوه ومش هتسقط الا لو عرفت ان في قوه كبيره ممكن تاذيها. وطبعا الكل وافقوا واقتنعوا غصب عنه. بعد فتره بقى المشروع كان شبه اكتمل، فراح اوبنهايمر لوزير الدفاع عشان يتكلموا. وهناك اوبنهايمر قال للوزير ان القنبله مش لازم تتضرب على اليابان، حذرهم وخلاص، لكن لو ضربت هتقتل الاف او ملايين من البشر. فكره بقى ان الكل كانوا مختلفين مع اوبنهايمر في الكلام، وكلهم وضحوا ليه كمان ان اليابان مش هتستسلم نهائيا غير لو ضربت، وعرفت ان في قوه مستحيل تقف في وشها. اوبنهايمر كان حزين جدا من الكلام ده بس غصب عنه وافق ورجع يكمل شغل. واخيرا خلصت القنبله النوويه وخلصت تماما وجه ميعاد تجربتها. مكان التجربه كان جنب المدينه اللي عملوا فيها المشروع ده لكن بعيد شويه في الصحراء. ولسوء الحظ بقى ان يوم التجربه ده كان عاصفه وامطار وحاجه زي الزفت خالص، وبالتالي الكل كان خايف يعملوا التجربه دي لانهم ما كانوش عاملين حسابهم. ولكن بالرغم من كده كملوا وظبطوا مكان القنبله واستنوا اللحظه المناسبه للتفجير. وهوب القنبله، والاول مره في التاريخ الناس بتشوف انفجار بالحجم الهائل ده. هنا بقى اوبنهايمر ادرك انه غلط اكبر غلطه في عمره هتخلي على ايده دم ابرياء كتيره جدا. بعد شويه الانفجار كان خلص والكل فرح جدا باوبنهايمر، فضلوا يهنوه والكل كان مبسوط ما عدا اوبنهايمر نفسه وجزء من العلماء اللي ادركوا المصيبه اللي عملوها. في المجمل ما عداش وقت طويل واتعمل قنبلتين تانيين وخدوهم الجيش علشان يرموهم. واوبنهايمر ما كانش مرتاح نهائيا وفضل طول الليل قاعد مش عارف ينام والرعب بياكله. لحد تاني يوم سمع من الراديو ان امريكا ضربت هيروشيما وناجازاكي، مدينتين موجودين كده في اليابان، ولقى فيه اكتر من 200,000 قتيل. بعد الكلام ده كله جروفز كلم اوبنهايمر وقال له انه خلاص اليابان انسحبت
وخلاص الحرب العالميه الثانيه خلصت. اوبنهايمر فعلا زعل على كل اللي حصل ده بشكل مش طبيعي، ولما شاف الاحتفالات بدات في كل حته كان فرحان زي الكل يعني ان الحرب خلصت، ولكن حزين قمه الحزن على اللي عمله، والحزن ده خلاه يبقى مش طبيعي، وبيشوف كمان حواليه كل الناس كانها مضروبه بالنووي، ويبص يمين يلاقي جثث متفحمه وحاجه صعبه خالص خلته حتى مش قادر يقعد مع الناس ومشي. بعد كل اللي مر بيه اوبنهايمر ده كان لازم يلاقي حل لعدم استخدام القنبله بتاعته دي تاني، وبالتالي راح لرئيس امريكا ترومان كان باين عليه انه فرحان ومش ندمان نهائيا على قتل الناس دي كلها، لدرجه انه ما عجبوش كلام اوبنهايمر وطلب منه النهارده عدم استخدام القنبله بتاعته تاني، كمان طلب منه يشاركها مع الروس. اوبنهايمر كان عايز يقفلوا مدينه لوس ألاموس خالص علشان ما يتصنعش فيها اي قنابل تاني، بس الرئيس ما كانش شايف كده نهائيا. عرف اوبنهايمر انهم مش هيعملوا اي حاجه من اللي هو قالها دي، كمان هيخلوا اوبنهايمر يبني القنبله الهيدروجينيه لان اكيد يعني الروس هيوصلوا القنبله النوويه دي، وبالتالي لازم يبقى اقوى منهم. اوبنهايمر ما كانش عارف يقول ايه، بس ادرك ان الناس دي كلها مش هاممها ارواح الناس، وخد بعضه ومشي. وهنا كانت المشكله لما الحكومه عرفت ان اوبنهايمر مش عاوز يخلي امريكا هي القوه العظمى، افتكروه خاين، وبالتالي بداوا يدوروا وراه ويجمعوا كل القديم والجديد عليه. وبالتالي من طرف مجهول هنعرفه بعدين عرفوا انه كان ليه اصدقاء تبع الحزب الفاشي، وكان بيتعامل مع علماء روس، وحقيقه يعني دي حاجات خلت الحكومه تشوف انه بما انه يعرف الناس ديت فهو خاين، وبالتالي اصدرت امر بان كل الصلاحيات بتاعته الامنيه وغيرها تتلغي. وبس هو حاليا قاعد في القاعه مع هيئه المحلفين علشان يقنعهم انه ما غلطش في حاجه. قبل يا عزيزي ما اكمل معاك المحاكمه ديت لازم نروح مكان تاني ضروري. الناحيه التانيه في نفس الوقت ده بنلاقي شخص كده اسمه ستروس موجود في مكان كده تقدر تقول عليه انه يعني زي محكمه، وهو هنا النهارده عشان المفروض هيتم اختياره ويبقى وزير التجاره، وبالتالي جايبينه هنا عشان يسالوه اسئله يتاكدوا بيه انه تمام وما فيش عليه اي مشاكل. الفكره هنا بقى هي ان ستروس بيتسال عن اوبنهايمر بحكم انهم كانوا في فتره من الزمن صحاب، وهما بيسالوه لان الوقت ده كان سمعه اوبنهايمر بقت زباله، وبالتالي ليه ده صاحبك؟ فهنا بقى بدا ستروس يحكي حكايته كلها مع اوبنهايمر. قال لهم انه كان يعرف اوبنهايمر من زمان، وبالتالي طلب منه في مره يجي يقود مركز الابحاث في جامعه برينستون، وطبعا وقتها كان اوبنهايمر وصيته كان عالي جدا، وفعلا ده اللي حصل وجه اوبنهايمر. بس ستروس كان حاسس دايما ان اوبنهايمر بيحتقره بحكم طبعا ان اوبنهايمر عالم وهو ولا حاجه. واللي زود الموضوع ده ان في مره كان اينشتاين في الحديقه عند ستروس واوبنهايمر يعرفه وطلع يتكلم معاه. الفكره هنا ان ستروس فضل يبص عليهم وهما بيتكلموا. حاسس ستروس في اللحظه ديت ان اوبنهايمر قال كلام وحش على ستروس وده لاينشتاين، ومن هنا الكره بتاعه ظهر، لدرجه انه في مره تاني قدم في المحكمه ورق ان اوبنهايمر اختراعاته ممكن تضر البيئه بسبب الاشاعات، وبالتالي وقتها وافقوا قدام المحكمه واستهزأ من ستروس وعملوا منه اضحوكه حرفيا، واتعمل الموضوع ده بسهوله، وده زود كرهه اكتر واكتر. وبالتالي في مره راح ستروس اجتماع كده في واشنطن وناس تانية كتير مهمه من العلماء وغيره، والاجتماع ده كان عشان يتناقشوا في مصيبه حصلت، في اشاره وصلت ليهم من روسيا بتدل على انهم هناك وصلوا لاختراع القنبله النوويه. في اللحظه دي على طول بدا يلمح قدام الكل ان اوبنهايمر ممكن يكون اللي قال للروس على سر القنبله، وده طبيعي عمل شك كده على اوبنهايمر، خصوصا ان احنا زي ما قلنا في الاول هو كان يعرف ناس شيوعيين كتير جدا. بس يا سيدي دي في المجمل كل الذكريات اللي شفناها في ستروس. نرجع تاني بقى للمحاكمه بتاعه هيئه المحكمه. كل اللي كانت بتاخده من كلام ستروس هو انه بريء عن اي حاجه عملها، وان اوبنهايمر زباله وهو تمام. في المجمل المحكمه قررت تاخد راحه الاول وتفكر شويه في كلامه، فراح ستروس قعد مع المحامي بتاعه وفضل يتكلم في فتره الراحه ديت، وهنا فهمنا كل حاجه. عرفنا من كلامه ان ستروس هو اللي خلى اوبنهايمر يتعمل له المحاكمه دي. عارف ازاي؟ بعت واحد اسمه ويليام للمحكمه برساله بيتهم فيها اوبنهايمر بانه جاسوس وخاين وما الى ذلك، وبعت مع الورق ده ورق تاني فيه كل ماضي اوبنهايمر مع اصدقائه في الحزب الفاشي، وبالتالي طلع امر بالغاء كل صلاحيات اوبنهايمر. العبره بقى ان وقتها كان راح له ستروس وقال له ان ما ينفعش تسكت على الاتهامات دي ولازم تطلب استئناف وتقعد تقنعهم انك تمام، ففعلا وافق اوبنهايمر وعمل كده. ده اللي مخليه حاليا في المحكمه، وستروس كان عاوزه يعمل كده علشان يحطه في موقف صعب وما يعرفش يخرج منه. ما هو الاستئناف ده مش في محكمه عاديه بل في اوضه كده صغيره من غير اي رسميات، وبالتالي ممكن هنا استخدام اي دليل حتى لو مش قانوني. بس يا سيدي دي الحكايه كلها طبعا مين اللي عمله؟ ستروس ده، لكن فضل يبرر لهم بان اوبنهايمر اتريق عليه وبهدله، بس ما حدش في المجمل اهتم بالاسباب دي. في مره المحاكمه ابتدت تاني وهنا حصلت المصيبه. في واحد صديق قديم لاوبنهايمر اسمه ديفيد جه وشاهد في المحكمه ضد ستروس، وقدر يثبت للمحكمه ان ستروس هو اللي عمل في اوبنهايمر كل ده وهو اللي سبب للسمعه ديت. وبس يا سيدي كل حاجه في الارض في حته انا مش مدركها كويس، ولكن احنا لينا بعد كده ان الناس كلها هناك من صحفيين وغيره فرحانين جدا باللي عمله ستروس اصلا يعني، وبالتالي اعتقد ان هم كانوا واقفين معاه في صفهم في المجمل، مش حوار. المهم ان اوبنهايمر احتفظ بكل صلاحياته وكل حاجه بتمشي معاه زي الفل. بعد
مدة طويلة من الزمن أمريكا بتديله أعلى جائزة شرفية في أمريكا تقديرا لكل خدماته. وبس كده يا سيتي، دي حكاية اوبنهايمر. ما تنسوش تدونا آرائكم في الكومنتات علشان بتبسطنا قوي. وبس كده، دمتم سالمين.